السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالاستغفار وبالصلاة على الحبيب نبداو الفيديو اليوم على أفضل الصلاة والسلام. وصفة جديدة وفيديو جديد، ووصفة اللي حصرية على القناة. واحد البسطيلة بالدجاج اللي مالحة مغايرة على البساط اللي متعودنا عليهم ديال الحوت ديال الدجاج اللي كتكون حلوة. هذه بسطيلة اللي غتنسيك كاع الفساطل اللي ساهله. انا جاتني الصراحه ما فيهاش تماره كما كنقولوا، ما عندكش مجهود كتضربيه فيها، تقدر يكون عندك كل شيء مقدياه، ما كياخدش لك وقت طويل. وكتجي واحد اللذه اللي صراحه بتحميره الوجه كتصاوبيها في المناسبات وفي بلا مناسبه نفرحوا روسنا، علاش لا نفرحوا وليداتنا. وتبعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخير، وبسم الله على بركه الله. انا خديت جوج طيور فيهم 2 كيلو ربع في الوحده. غسلتهم مزيان بالملحه والحامض، وما حيدت الجلده غير جهه الصدر. اما دوك الفخوضه خليت ليهم الجلده حتى هي كتعاون في داك الدهنيات اللي في الفخات يكونوا مزيانين، ما كاينلاش تحيدوا الجلده. وكيكون منظف من قبل يومين ولا 3 ايام في المجمد، ما تاخدوش نهار بنهارو. كتستفوا هذه بسطيله الا بغيتو ديروا ديال 45، يعني كبيره. بغيتو ديروا غير صغيره ديال 2 الناس 3 الناس غديروا واحد سدير وفخيض هكا باركه كافي. والمكونات الاخرين غتشوفوهم معايا. درت واحد 2 بصلات مشلضين، ديروهم في شي طنجره متيسعه، وغادي سبقت انا السدوره لتحت عاد الفخاض. درت ورقه سيدنا موسى شي 4 ولا 5 ديال الوريقات. هنا عندي البزار الابيض والبزار الكحل بجوج، خلطوهم شي 2 معالق كبار عامرين. عندي القزبر حبوب. هاد التوابل كلهم منسمات حبوب، حتى حاجه ما مطحونه، هما اللي كيعطيونا المذاق. البسطيله كتجي يا سلام، اللي داقها تيتلف كيقول واش كاين لي زيبينار، واش كاين الحوت، واش كاين، يعني مذاق مميز. غادي ندير كل شيء انايا. درت اليازير، درت الزعتر وداك البزار والقزبر يابس، ديروهم في شي كميميسه ولا توب ديال حياتي وزيروا عليهم. انا درتهم في عندي هاد الشبيكه بالسداده ديالها. درت واحد الحامضه، عصير الحامض اللي ضروري، كنقولوا الدجاج كنقولوا العصير ديال الحامض اللي تعطي لذه ومذاق للدجاج. درت 2 معالق كبار ديال الزبده، زبده العلب ولا زبده الاكل ولا زبده العبار، الزبده كتعطينا مذاق لذيذ. درت واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، ودرت شي 5 دروس ديال الثومه. وغنغطي على الكل بالماء، ماشي تغطيو بالماء، غير نص، وغطيو عليها وخليوها، شعلوا عليها العافيه متوسطه. هنا غادي ندير الشامبينيون. هذا انا خديت 5 دراهم ديال الشامبينيون الاسود اللي رطبته في الماء وسقطرته وقطعته مزيان في القراده. وهذاك الاخر الشامبينيون ديال العلب خديت 2 حكاك، هذوك الصغار اللي فيهم تقريبا يمكن شي 60 ولا 80 غرام. صفيتهم وقطعتهم مزيان، وغندوزهم في الزبده شويه الملح وشويه البزار في المقله حتى كينزلوا. كل وحده بوحدها، غنخلي هذاك الشامبينيون كل واحد بوحدو. وهنا جبت الشعريه الصينيه ديال الروز. درت هذيك الباكيه شفتوها كبيره، هذيك راه فيها 400 تقريبا 450 غرام. كبيت عليها الماء طايب وخليتها، من بعد غنصفيها ونكب عليها الماء بارد باش ما تعجنش. زدت انا شويه ديال السودانيه على الدجاج. منين حسبت ليه تقريبا خدا ليا واحد الساعه. الا كان دجاج كبير كياخذ لكم ساعه، كان دجاج صغير ما غياخذش لكم حتى ساعه الا ربع. خليته انا يطيب باش مزيان يجي طايب، ومن بعد كنصفيوه، كنخليو فيه ديك المريقه، كنصفيوها في شي صفايه ولا كسكاس. المهم مقصود عندنا ما يبقاوش عندنا دوك الشوائب. وكنجيب فرماج. انا هاد البواطه الباكيه ديال 16 حبه. هاد الفرماج النوعيه ديالو اللي تتكون فرماج حمر، كيكون شويه الملوحه ديالو ناقصه وزوين. وغادي نضيفو على هذاك المرق وغنطحنو مزيان. درت البراميكسور طحنته كيجي ثقيل، ومني كيبرد تيزيد يختار. الملحه ذوقوها
الملحه رانا درت غير معلقه صغيره راك شفتوا في الاول في الدجاج. لهذا هنايا الدجاج فرتوه مزيان، فرتوه حتى كيولي ما تخليوش طروفه غلاظ، فرتوه مزيان ديروه بوحدو. والشعريه الصينيه حتى هي درت ليها المقص وقطعتها. غادي نجيب هذاك الشامبينيون اللي دوزته في مقيله مع الزبده وشويه ديال البزار، وحاولوا الملحه ما ديروش الملحه بزاف حتى الاخر، وحسنوا الذوق باش ما يجيكمش يعني فايت الملوحه. درت الشامبينيون الاسود وهذاك اللي مقطع حتى هو قرطته درته في الشعريه. والفرماج احمر عندي هنا تقريبا 400 غرام ديال الفرماج احمر الكره. المهم شريت انا 400. حكيتها مزيان في الحكاكه الغليظه وخليت شويه درته في حكاكه رقيقه باش نزين به. غادي نقسم هذاك الفرماج احمر على الدجاج وعلى الفيرميسيل، وعندي القزبر ومعدنوس ناشفين، ما تحاولوا تنشفوهم عاد قرضوهم، رشوا عليه تاني شويه هنايا وشويه هنا، فرقوا. وهذاك الفرماج هذيك الصلصه البيضاء اللي طحنتها هانتوما راه ملي كتختار شويه كتبرد فرقوها على الفيرميسيل وعلى الدجاج، هي اللي كتعطينا هذيك التعليكه لذيذه. كان خاصكم مثلا جاتكم ناشفه زيدوا واحد العلبه ديال الجبن. انا شريته الصراحه ولكن ما زدتوش، خدمت به في حاجه اخرى. هانتوما كنحرك مزيان وكنديو نجيب داك الدجاج تيدخل في بعضياته، والشعريه الصينيه مع الشامبينيون حتى هو والفرماج باش ملي كيدخل الفران كلشي كيدوب هذاك الفرماج. كملت انا هنا خليتهم جانبا وجبت انا خديت هاد الصينيه اللي اوفال. بغيت نغير من الشكل الدائري ديال البسطيله اللي دائما كنديروها، ولكم الاختيار حضروا فاش ما بغيتوا دريسيو نتوما وتمونطيو البسطيله ديالكم. هاد العبار هذا راه تيعطيكم بسطيله ديال 45. انا راه الصينيه هذه عندي كبيره، يعني جات هازه وشاط الخير الصراحه. الصينيه راه هذه كبيره ديال الشوا، هذه كيدرسوا فيها الشوا وداكشي علاش كبيره. اما الا درتو صينيه دايره راه غتهز لكم يعني 45. بسطيله كبيره. غادي حطيت انا الوريقات ديال البسطيله، الورقه ديال البسطيله درتهم دهنتهم كاملين بالزيت وديك التحميره، وكان نسرحهم وكندير في الورقه ثاني الوسط، وعاد كنحط هذاك الخليط ديال الفيرميسيل ومن فوق منه الدجاج، وعاد كنسد الجوانب كنحاول نسدهم بالبيض ونلمط شويه بشويه حتى كنسد الجنيبات كلهم. انا جبت تقريبا كيلو لاروب لان غادي ندير تزيين بالورقه. اما الا كنتو ما غتزينوش داك التزيين اللي كيكون الفوق بالورقه غير غتلمطوا عادي، راه غتهز نص كيلو. انا كانت تتهز لي ورقه بسطيله ديال 45 كتهز لي نص كيلو معبور مقاد. ما كنكثرش انا الورقه بزاف، كنسد بالبيض وكنجيب الوريقات الاخرين حتى هما مدهونين بالزيت والتحميره، وكنبدا نلمط الجوانب من التحت والفوق. انا بغيت ندير تزيين بهاد الوريضات هكا، كناخذ ورقه وحده وكنقطعها من النص وكنجي ندير دوك الريوصه لتحت بالبيض، كنشدهم نكوليهم من التحت وكتبقى لاصقه مع داك البيض اللي درناه من الوجه، راه كيلصقوا يعني ما كيتحيدوش. حاولوا تلصقوهم مزيان. غندور على جناب كاملين ديال البسطيله حتى كنزين بالبيض. التزيين كيبقى اللي جاكم مزيان وسهل زينوا. بالنسبه الى كانت طلبيه راه هاد العبار اللي عطيتكم ديال الدجاج وديال الفيرميسيل والفرماج وديال الشامبينيون هذا راه كافي البسطيله ديال 45. غير تزيين انا درته خفيف، درت خفيف لان غير الدار. ملي كتكون عندكم طلبيه راه كتزيدوا تشارجيوها شويه بتزيين اللي كتفضلوا.
الى وصلتوا معايا حتى لهنا واللي تفرجت في الفيديو من الاول ما تبخلوش عليا بواحد البصمه ديال الاعجاب، واحد تعليق محفز بحالكم، يا ربي يرزقكم كل ما كتمناو. كنتقبها بواحد الكيردون وكندخلها طيب على عافيه متوسطه، كتاخذ ليا ساعه تقريبا ديال الطياب في الفران. كنهبطها تحمر. زيدوا حمروها مازال نتوما من الجناب، انا مزروبه حمرتها مزيان من الفوق، ولكن الجناب حاولت نقاده وجاتني مع الفران شويه، هاد الصينيه واسعه بزاف. خدات تحميره مناسبه. هنا عندي انايا دوك العشيشات الكنافه درت فيهم الجبن ديال الطاسه، ودرت واحد الحبات ديال الكبار درتهم من الفوق كتزيين. عندي هذاك الكويرات ديال الجبن ديال الطاسه اللي كندهنوا به الخبز، زدت عليه فرماج مثلث، وبغيتو تنسموه بشي زعيطره، بغيتو تنسموه بشي كوزه، اللي بغيتو. درتو كويرات ودوزتهم في خيزو محكوك، وكويرات دوزتهم في الباربه محكوكه خضراء، كلهم في الحكاكه الرقيقه كيتلبسوا، وكنخليهم في الثلاجه يشدوا روسهم شويه يبردوا. كتزين جاو يا سلام في اللذه ديالهم. اي فرماج بغيتو ديروه ليه هاد الطريقه ديروه كتزين. درت شرائح ديال داند فومي منسم، كاين بالبزار وكاين اللي بالعادي. عندكم بيض سمان، بغيتو ديروا طريفه حبات ديال الكروفيت الا كانوا، ولكن راه جات يا سلام مذاق ديال الدجاج جا مغاير. راه ما يعرفوش الناس بزاف واش كيقولوا فيها الحوت. انا ما بغيتش نضيف شي يعني حوت باش ما يغلبش لينا المذاق ديال الدجاج مع الحوت. جات لذيذه، كنتمنى تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم ان شاء الله، واخا ديروا غير كميه قليله. ما تبخلوش عليا بواحد التعليق وبواحد البصيمه وبمشاركه الفيديو، كنكون ممتنه لكم وشكرا جزيلا على المتابعه، واعانكم الله وحفظكم في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.